احنا ونبقوا دايما ايجابيين واخدين موقف الايجابي من بلدنا دايما. نبقوا عارفين البلد مصر الوطن العظيم عمل ايه لذوي القدرات الخاصه. زمان لو قلنا مثلا من 20 سنه او 30 حاجه زي كده، يعني كان اللي معاه حاله اعاقه في البيت او حاله من ذوي القدرات الخاصه، اسف في اللفظ، يعني كان يبقى هم على نفسه وهم على الاسره. كان هم كبير لدرجه انه كان لما يجي له ولد او ابنه يمر بظروف او حد في الاسره يمر بظروف اعاقه، كان حمل كبير جدا، حمل مادي ومعنوي ونفسي وصحي وخلافه واجتماعي برضه. لكن الحمد لله الدوله اهتمت بذوي القدرات الخاصه اهتمام بليغ واضح وبالغ. عملت المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصه، عملت نظام التوعيه وهو مركز ثقافه الطفل بطحطه جاي يعمل التوعيه ازاي نتعامل احنا مع هذه يعني الحالات. مثلا عملت تدعيم مادي، ايضا انشأت المدارس التي تتناسب مع كل حاله بحيث تساعد الاسره وبحيث الانسان ده بدل ما يبقى في المجتمع محطم نفسيا وعايش حاله من العذاب النفسي او ايا كان النوع ده، الدولة احتضنته، عملت له مدرسة، عملت له نوادي، عملت التوعية لينا احنا بحيث نعرف نتعامل ونندمج، عملت الدمج ايضا في المدارس. ده نوع من انواع مساعدة الدولة لذوي القدرات الخاصة. ايضا قلنا الدعم المادي والدعم المعنوي من خلال التوعية والإرشاد والبرامج التوعوية والتأهيل المهني. عملت لهم وظائف تتمشى مع قدراتهم عشان هو يبقى إيجابي ويشعر دايما بطاقة إيجابية نحو نفسه والمجتمع بتاعه ويعيش معانا بشكل يعني يبقى كلنا بناء واحد، ما يشعرش ان هو منعزل او الدوله قصرت معه. وده خففت ايضا عن الاسره. احنا كنا من حوالي اسبوع في مدرسه الشهيد محمد الخطيب بشطوره، كانوا جايبين سماعات او جايبين معونات معينه خففت عن كاهل الاسره واسعدت قلوب هؤلاء وساعدتهم هذه الاجهزه التعويضيه او الاجهزه المخصصه بهم، ساعدتهم على مواجهه الحياه وظروف. كده يبقى الدوله الحمد لله يعني بتدعم ذوي القدرات، وانتم واجب عليكم تبقوا عارفين هذه المعلومه بحيث تبقى موقف ايجابي نحو بلدك، وان تعرف دائما مصر دوله عظيمه. حفظ الله مصر وشكرا لكم.